عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بناتي يا اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة وطاعة دايما لله. من مطبخي مطبخ التوفير، اختكم في الله الشيف زينب عبد الحميد. هنعمل النهارده احلى كوسة باللبن زي ما انتم شايفين، تحفة وجميلة. تستحق تجربة وطعمها هايل. طبعا الكوسة مش بس بتتعمل كوسة بشاميل او كوسة محشية محشي. طبعا ده شيخ المحاشي كلها زي ما انتم شايفين. الكوسة اللي باللبن جربوها بصراحة جنان زي ما انتم شايفين. تعالوا نشوف الفيديو عملناها ازاي. السلام عليكم. النهارده هنعمل الكوسة اللي باللبن زي ما انتم شايفين. نضفنا قطعناها من هنا ومن هنا وورناها. التقوير يكون مش جامد عشان تبقى ماسكه نفسها. وعندنا عندنا لحم مفرومه معصجاها جاهزه، وعندنا بصله وعندنا ثوم وعندنا تتبيله كل حاجه، وعندنا فلفلتين رومي مبشورين ورامين القشر بتاعهم، وعندنا الزعتر الفريش. هنعمل نموذج جنبكم كده ازاي نقور. زي ما انتم شايفين هنعمل مساحه هنا شويه كده، وهنعمل كده عشان ما تتخرمش مني. زي ما انتم شايفين داير بحيث ايه، زي ما انتم شايفين. انا الاول اعمل كده اهوت عشان ما اطلعش على الناحيه الثانيه، ابقى عارفه وماسكه ايدي كده اهي ما تخشش جوه، ابعد من الحته دي. وابتدي اقور كده اهوت قريب الاول زي ما انتم شايفين، وبعد كده اخش تدريجيا لغايه لما العلامه بتاعتي توصل اهي. دخلتها لغايه كده، ما ينفعش ادخلها اكتر من كده، وما اخدش من الجناب قوي، بس مجرد ان انا ايه بطلع اللي فيها بس اهو، مش بقورها، انا بطلع ايه اي حاجه كده زي ما انتم شايفين. يا رب تكونوا شايفين كده السمك بتاعها تخين شويه، لان طبعا الوصفه دي عايزه ايه تبقى محمله، كوسه محمله عشان تستحمل ان انا هسلقها وبعد كده احطها في الزبادي. هنعمل نموذج تاني قدامكم كده، بندور كده اهو في الاول عشان احدد اهي بقت ايه متحدده اقوم عامله كده قريب الاول، وبعد كده اقيس كده ما اطلعش ايه عن الحبه دي، وانا ماسكه دي برده عشان ايه ده المقاس بتاعي اللي انا اقدرش اخش اكتر من كده فيه اهو. زي ما انتم شايفين اهو صباعي ايه لضم هنا، يبقى انا ما اقدرش اخش فيها. اقوم مطلعها بقى واخليها سمكها تخين شويه. ادي الكوسه يعني اورها سهل زي ما انتم شايفين كده، ما خرمناش حاجه ولا تعدينا حدودنا، لاننا ماشيين ايه بنظام. بعمل كده واعمل كده، انا ماسكه دي عشان احس دي جايه لغايه ايه ما تعديتش حدودها. زي ما انتم شايفين كده ما بنخرمش ولا واحده هنا متخرمه. طب هنا هو بقى ايه ده هنستعمله في اكلات تانية، يعني وصفه تاني. ممكن نعمله بالبيض، ممكن نعمله بصل وثوم ونشوحه، بنقص بقى ايه اللي تلاقيه ايه زي ما انتم شايفين كده كله ناعم. ممكن تفرميه بالكبه، وممكن كوسايه مثلا اتخرمت منك تقومي ايه مقطعاها عليها كده اهوت، يا اما بشروها زي ما انتم شايفين كده تتبشر على الوسط، لا الخشن ولا الناعم، على الوسط. بعد ما بشرنا اي كوسايه لقيتيها مثلا بايظه وطلعتي البايظ اللي منها، تقومي بشرها كده اهو، طلعي البايظ زي ما انتم شايفين. نحطها بقى ايه في علبه او كيس لايه نعملها في وقت ايه تاني. طبعا بيبقى لو استعملنا محشي بيبقى كميته كبيره، بيبقى الكميه دي كبيره قوي، خساره اننا نرميها. بس بتاع المحشي بنحطه تحت منه في الحله، وانت عامله طبعا مرقه طعمها جميل وكويسه وممكن تتاكل زي ما انتم شايفين كده. يعني نحطها في كيس، يا اما نشيلها بالشكل ده اهي، هنشيلها في التلاجة من تحت لو انت هتعمليها تاني يوم، لو انت هتقعدي عليها شويه يعني حطيها في الفريزر. هنا ممكن نجيب كيلو ونص او 20 وحدايه زي ما انتم شايفين. هنبتدي هنا اهوت. طبعا اللحمه مفرومه مش جايبينها لسه من الجزار، انا مفرزاها، طلعت كيسين، كل كيس نص كيلو. بالنسبه بقى للبصله هنا اهوت، هحط لها معلقه ملح مهزوزه صغيره، معلقه فلفل صغيره، معلقه كزبره، طرف المعلقه حبه مطحون، معلقه بابريكا مدخنه. ابتدي بقى ادعكها دعك جامد جدا لغايه ما تطلع ميه زي ما انتم شايفين كده. البابريكا المدخنه تجيبيها من عند العطار كده، تقولي له مدخنه، بيبقى طعمها في الاكل خرافه. طبعا هنحط ايه شويه قرفه بس بعد ما ايه ما نحط اللحمه المفرومه. معلقه سمنه بلدي كده. انزل بقى بالبصله اللي فيها كل التوابل زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين كده دبلت. ابتدي بقى احط عليها الفلفل المفروم، الثومه اولا. الاول تشوح الثومه كويس قوي قبل ما احط الفلفلايه عشان فيها سوائل. الناحيه الثانيه هنحط ايه معلقتين سمنه كده معتبرين. هنحط بقى ايه على المعلقتين سمنه دول البلدي، هنحط
هنحط بقى ايه، نقلب السوداني على نار هاديه كده نشوحه. هو طبعا ايه ممكن يتعمل بالصنوبر، بس الصنوبر غالي جدا، فممكن نبدل ليه الفول السوداني. نحط بقى ايه الفلفل، تبديلي كل حاجه زي ما انتم شايفين. هبتدي احط بقى ايه الكيسين اللحمه المفرومه اللي انا معصجاهم جاهزين. نحط الزعتر الفريش زي ما انتم شايفين، نحط معلقه النعناع ومعلقه الفلفل. هندفع عليها نحط بقى ايه اي نوع خضره، او ممكن تستغني ما تحطيش. بعد كده شوحنا السوداني زي ما انتم شايفين. هبتدي نحط ايه عليه نصهم ونصهم عند التقديم، ونقلبهم مع بعض زي ما انتم شايفين. وشلنا ايه جزء للتقديم زي ما انتم شايفين كده سخن. هبتدي ايه اسيبه يهدى شويه واحشيه زي ما انتم شايفين لغايه الاخر باكمله. لكن لو في رز يبقى ايه يتحشي لغايه هنا بس، عشان الرز ايه بيستوي يكمل سواه. هنحطه الاول في ميه مغليه يا دوبك مغطي وشه، وفيها معلقه ملح. بعد ما يتغلي نص غلوه كده قيمه 10 دقائق 15 دقيقه كده، نبتدي بقى ايه نعمل الزبادي بتاعنا زي ما انتم شايفين. الزبادي على كل كيلو زبادي، لان احنا عملنا كيلو ونص، على كل كيلو زبادي معلقه نشا ومعلقه ملح. ده المرحله الثالثه. يبقى احنا كده عملنا المرحله الاولى اللي هي ايه تجميع الحشو، وقورنا الكوسه بتاعتنا نحشيها نحطها نسلقها الاول، لان طبعا الزبادي مش هينفع تتسلق الكوسه فيها. الاول نسلقها في ميه، وهناخد من الميه دي كبشه نحطها على الزبادي بعد ما يغلي غلوتين. بعد كده نسقط فيها ايه الكوسه، تكون الكوسه مستويه نص سوا. طبعا احنا مرحله السلق دي عرفتها لكم ان هي ليه بنعملها بعد ما نحشي ونغطيها بالميه السخنه، لازم تكون سخنه وغليت وفيها معلقه ملح تستوي نص سوا، لان مش هينفع تستوي على الايه اليogurt ده او الزبادي. كيلو الزبادي بتاعنا بعد ما بنفكه في مصفى نسيبها تهدى وبعد كده نحشي. بعد مرحله تجهيز الحشو والتقوير وتجهيز الحشو، هنبتدي زي ما انتم شايفين كده ندخله يعني حشوه كامله زي ما انتم شايفين. اهو. بعد كده اهوت بعد الحشو دي هنبتدي بقى ايه نحمره في الزيت. ادي حشيناه اهو والزيت غزير على النار، وادي بنشيله بالطريقه دي قلب الكوسه لمره تانية نعمله. وادي عملناه زي ما انتم شايفين. حمرنا بصله، وبعد ما اتحمرت حاطين فيها التوابل الملح والفلفل والبهارات والكزبره والبهارات بتاعتي اللي موجوده. بعد ما تتحمر البصل حطينا الثوم، حطينا معلقتين تتبيله كل حاجه. كده حطينا قلب الكوسه زي ما انتم شايفين وقلبناها، وحطينا عليها فول محمص زي ما انتم شايفين يدي طعم حلو. هناخد بقى ايه الكوسه ونحمرها. هنبتدي نحمرها الزيت يكون لذيذ، نطلعها على طول على الحله زي ما انتم شايفين. نطلعها على الحله على طول كلهم كده ايه زي ما انتم شايفين. سخنا ميه وحطينا عليها معلقه. هبتدي بس يا دوبك اغطيها بس 10 دقايق كده تسيلي ايه نص سلقه. هغطي عليها 10 دقايق واشوف زي ما انتم شايفين كده. عقبال ال10 دقايق ما تخلص هنبتدي نحضر الزبادي بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، وعليه معلقه الملح ومعلقه نشا زي ما انتم شايفين كده. هنحطه على مصفى ونصفيه زي ما انتم شايفين. لما صفى نصه هنبتدي نحط الاضافات بتاعتنا الملح ومعلقه النشا الكبيره. في ناس بتحط بقى ايه بيضايه، بس انا ايه ما بحطش بيضه بصراحه، من غير بيض زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا بنصفيه ليه؟ عشان الزبادي اي حاجه مكلكعه بيفك كده. وكمان ايه النشا نفس الكلام. بتدوبي كل ده على البارد الاول كده مع بعضيهم. نسقي بقى قبل ما يستوي تكون ايه ده غلي غلوه، يعني عشان خاطر ما ينفعش يتحط وهو بارد على الزبادي، مش هيبقى كويس زي ما انتم شايفين كده. نبتدي ايه كده اهوت يدوبوا كويس جدا قبل ما احطه على نار هاديه. هنا عندي معلقه ثوم احط عليها نص معلقه نعناع واقلبهم كويس قوي، وده بحطهم ايه في الاخر يعني. الاضافه دي ممكن الاستغناء عنها او ايه ده، بس دي بتحطها في الاخر الثومه مع النعناع زي ما انتم شايفين كده. ناقص دقيقتين على 10 دقايق وابتدي اطفي عليه. اكون انا منسقه بقى حاطه الزبادي على النار زي ما انتم شايفين كده. لازم يغلي غلوه قبل ما احط عليه، يعني انا حطيته في الوقت ده عشان يطلع الكوسه من الميه من الميه بعد ما اتسلق على طول على الزبادي. اول ما غلي كده هبتدي بقى احط الكوسه زي ما انتم شايفين كده واطفي عليها بالميه بتاعت السلق اللي احنا سلقناه فيها. احط كبشه واحده عشان ما يبقاش غليظ قوي زي ما انتم شايفين كده. ابتدي بقى اقلبه زي ما انتم شايفين كده. احلى طبق كوسه باللبن زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده هنحط عليه بقى ايه، لو عندك صنوبر ماشي، ما عندكيش زي حالتي كده اهوت هحط ايه فول سوداني متحمص بالزبده زي ما انتم شايفين.
طبق يتحدث عن نفسه. زي ما انتم شايفين كوسه باللبن تحفه خرافه. حتى الشويه اللي فضلوا اللي سلقنا فيهم طعمها جنان، يعني ممكن الواحد يشربها كده. زي ما انتم شايفين وادي قلب الكوسه عملناه، وادي قلب الكوسه بقيته هنشيله في الفريزر لعماير ثانيه واصناف ثانيه، ما بنرميش حاجه. زي ما انتم شايفين دمتم بيكم عمرانه بذكر الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.